عليكم. زي ما انتم شايفين انا ماسكه قالب التوست. بصوا التوست ده منزلي معمول في البيت. التوست ناشف زي ما انتم شايفين. القالب دوت قالب كبير لارج، مش الحجم الموجود في السوق، ده حجم كبير. 10 سنتي في 30 سنتي. تقدري تعملي التوست في البيت بمكونات بسيطه. ده توست اقتصادي، يعني مفهوش بيض، مفهوش سمنه. في مكونات بسيطة خالص، حبة لبن صغيرين على الكيلو. أنا عاملة المقدار في الفيديو دوت بكيلو دقيق. بصوا التوست أنا لسه مطلعاه طازة وسخن. بصوا هايش ازاي، شايفين شكله؟ بصوا لما اتقلبته على فكرة ارتفاعه كمان عالي قوي، أكتر من 15 سنتي. هنبتدي مع بعض نقول الخطوات واحدة واحدة عشان تقدري تعمليه في البيت. أول حاجة هنجيب بولة ونحط فيها كيلو دقيق زي ما انتوا شايفين كده. هحط 3 معالق خميرة جاف، ومعلقتين سكر، ونص معلقة ملح. هقلبهم كلهم مع بعض عشان يمتزجوا. الزيت ده نص كوباية بالظبط. حطيت عليها وزيها برضو نص كوباية لبن، وقعدت اقلب الخليط كله. هبتدي احط اول كوباية مية دافية، وادي حطيت حبة من الكوباية التانية، يعني احنا حطينا كوباية وحبة كده، كملت الكوبايتين المية. وافضل الم العجينة. طبعا عشان احنا هنعجن حبة على الرخام، فانا حطيت قلبت العجين كله. خدت من الكوباية التالتة حبة، يعني ربع كوباية مية، يعني احنا حطينا كوبايتين وربع. وابتدي الم العجينة. هي لازم تكون العجينة بتاعت التوست بتلزق في ايديكي، فما تبقاش يعني مش هنحط دقيق عليها نلمها. احنا هنبتدي نتعامل ان احنا ناخد حبة زيت صغيرين، عشان الزيت بيدي طراوة، وفي نفس الوقت اقدر المها. عشان نخلي التوست فيه مسام جامدة، شايفين طريقة العجن دي؟ لازم افضل اعجن في الدقيق والعجينة كده مش اقل من 10 دقايق. وهوريكم ازاي تعرفوا وصلنا للمسام او الشكل النهائي للتوست، اللي احس منه ان العجينه بقت مستعده ان كده نبتدي نسيبها تختمر. بصوا انا بمسك فيها كده وبوريها لكم، دي لسه شويه. كل ما احس انها مسكت في ايدي او ابتدت تلزق، شايفين شكلها كده ابتدت تطرى في ايدي. انا كل ما بحط بق صغير زيت او ما صغيره خالص من الزيت، انا بس عشان الم العجينه. بعد ما كده خلاص عرفت انها وصلت للوقت المناسب، حطيتها في سبتها تختمر. يعني بص اختمرت بزياده، طبعا هو الطبق كان صغير بس عشان التصوير. انا بنزلها كل ده برضو على الرخامه. شايفين ملزقه، ده معناها ان هي ناجحه وانها اختمرت جامد. برضو هحط نقطه زيت صغيره عشان اقدر اقسمها. هي طبعا المقدار العجينه ده يعمل 3 رول من التوست، بس انا جايبه قالب كبير وقالب صغير، فانا حطيت عدلت العجينه كلها في القالبين دول. زي ما انتوا شايفين فردتها وتنتها. بعد كده باخد الجزء اللي انا عايزاه، خدت التلتين وسبت التلت. بعد كده بفردها عشان اخد مقاس قالب التوست نفسه عشان تتحط فيه متظبطه. بعد ما بفردها كده بشوف المقاس بالظبط، ابتدي الفها كده الرول زي ما انتوا شايفين، وبضغط على الحروف عشان لسه هتكمل اختمار للمره التانية. قالب التوست انا بكون دهناه زيت بس. على فكره القالب دوت مجلفن، يعني انا جايباه وحاطه عليه زيت وحطيته في الفرن شويه عشان ما يلزقش فيه. بعد كده العجينه من فوق برضو بحط عليها زيت واسيبها تختم. ادي التوست ده توست كيك، قالب كيك عادي الوسط. لو انت ما عندكيش توست القالب بتاعه، بقفلها كويس قوي زي ما انتوا شايفين، وابتدي افردها حلو واسيبهم الاتنين يختمروا. بصوا شكلهم بعد الاختمار ده كده. شوف بعد ما يستوي بتحطيهم في نار عالية وسط، في وسط الفرن بتكون النار عالية لغاية ما يستوي. بصوا الارتفاع. عايزة اقول لكم بجد بأمانة توفير وطعم. كيلو دقيق مش هيجيب معاكي زي ما انت هتجيبي قالب التوست بره اللي معدي حاجة و30. بصوا العجن كله بيخلي فيه مسام ازاي. لو انت عايزاه زي الفرنساوي من بره مقرمش سيبيه، عايزة تحتفظي يكون طري بيتقطع زي ما انتوا شايفين كده وتحط في قالب. شايفين؟ بصوا التوست كل ده نتيجة العجن اللي احنا بنعمله. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. وادي التوست الصغير برضو اهو انا وريته لكم وقطعته. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم. هستنى تعليقاتكم، وهنتظر منكم ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. ويا ريت الوصفة تعجبكم.
كانت معاكم الشيف جيهان عادل. سلام.